أهلا يا أصحابي، أنا معتصم. النهاردة هحكي لكم حدوتة جديدة. في قرية صغيرة جنب غابة خضراء كان يعيش طفل اسمه معتصم. كان معتصم بيحب الاستكشاف، البحث والمغامرات. في يوم من الأيام وهو ماشي في الغابة لقى خريطة قديمة على الأرض. اندهش وكان عنده فضول، فقرر يتبع الخريطة عشان يوصل للكنز. بدأ رحلته في الصباح. كانت الخريطة بتاخد معتصم بأشجار، أماكن مليانة بالأشجار والزهور. كان بيقابل في رحلته حيوانات الغابة الجميلة. السندبادة الصغيرة ساعدت معتصم. استناني يا صديقي، أنا عارفة الطريق كويس. وعبرت نهر، وكان معتصم يعدي نهر المية فيه جميلة وصافية. عمل طريق من الأحجار عشان يعدي عليه. الطيور المغردة عرفت الطريق لما كان بيتوه بين الأشجار. وبعد رحلة مسلية ومليانة بالتحديات وصل معتصم أخيرا للمكان اللي على الخريطة. بدأ يحفر في الأرض بإيديه ولقى صندوق خشبي قديم. فتح الصندوق بحماس، ملقاش فيه ولا دهب ولا جواهر، لكن لقى كتاب قديم مليان بالحكايات. معتصم أخذ الكتاب ورجع بيه البيت. معتصم عرف إن الكنز الحقيقي يبقى ضروري يكون مال، لكن ممكن يكون حكمة، معرفة تحملها في عقلك وقلبك. أحسومي بحل يومي، اعملوا لايك.